يا أهلين يا سهلين يا مرحبا يا مرحبتين. الحلقة الثانية مواضيع الأدوية التي تعيق عمل الغدة الدرقية. أول دواء نبدأ به في هذه الحلقة الثانية وهو أدوية المساعدة على النوم، فهي تنقص من تيروكسين تي 4. الأدوية اللي نأخذها من أجل أن نتعاون من أجل النوم فهي تأثر عليها. أدوية أخرى وهي المضادات للالتهابات، الجراثيم ليزونتيبيوتيك، مثل الغيفاميسين. فوالا، هذه الأدوية غير جيدة للغدة الدرقية. الأدوية من أجل الصرع أنتي إليبتيك مثل الديلونتان، فينيتوين. الأدوية ضد الاكتئاب عائلة زولوفوت، سيرترالين، وكذلك دواء الكلوروكين ليزونتيبالوديك، نيفاكين. هذه الأدوية كلها تأثر على عمل الغدة الدرقية. إذا كان عندنا مشكل معين وكنا ناخذ هذه الأدوية فما لازمناش ناخذ تحليل الدم، وإذا خذينا تحليل الدم فما لازمش أننا نستعجلوا أو الإنسان يتفاجأ ويقول ما الذي وقع؟ لماذا عندي هذا الأمر؟ لا، الإنسان يكون على علم بأنه عنده الدواء اللي ياخذه يلعب دور في لخبطة هذه الأمور، يعني عنده من الداخل. فالغدة الدرقية لا نأخذ بعين الاعتبار نتائج تحليل الدم إذا كنا ناخذ هذه الأدوية. أوكي؟ كل هذه الأدوية تلعب دور. هذا ما حبيت نقول لكم في هذه الحلقة. نشكركم شكرا جزيلا ونحييكم ونشكر كل من يتابعوني ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.